المدارس السودانية بدولة قطر. تأكيدا لروابط الأخوة بين السودان ودولة قطر، وترجمة لتميز العلاقات بين البلدين في كافة المجالات، جاءت انطلاقة مسيرة المدارس السودانية بدولة قطر كانعكاس واضح لهذه العلاقات الوطيدة والراسخة. عام 1998 جاء ملبيا لتطلعات أبناء الجالية السودانية بالدوحة، ومحققا لآمالهم وأحلامهم لسنوات طويلة، حيث وضع حدا لمعاناة الأسر السودانية في معالجة أمر تعليم أبنائهم، خاصة في المراحل الجامعية. في هذا العام تم تدشين المدارس السودانية بتصديق من وزارة التربية والتعليم القطرية، وبإشراف ورعاية من السفارة السودانية بالدوحة. هذه المدرسة تعبر عن رمزية لعلاقات طيبة وقوية مميزة بين دولة قطر والسودان. أبناء الجالية هم الآن حوالي 50,000 في دولة قطر. أبنائهم في حاجة إلى التعليم، وهو أمر حيوي يهم الطلاب ويهم الأبناء ويهم السفارة، وهذا الهم حمله أبناء الجالية وحمله أيضا السفراء الذين تعاقبوا على هذه السفارة، وتكرمت دولة قطر، أو أصبحت هناك مكرمة أميرية لبناء هذه المدرسة التي شيدت بشكلها الحالي. وكان شعار ورؤية المدارس المرفوع هو تقديم تعليم متميز على أساس غير ربحي، وإعداد جيل مبدع باحث عن المعرفة وقادر على التعليم الذاتي، يكون مفتخرا بدينه ووطنه وشعبه، ويحترم الثقافات الأخرى. مدرسة سودانية، بيئة سودانية، حضور سوداني، والحمد لله وشكر الله. يعني كانت دولة قطر نعم الداعم لهذه الأعراف والتقاليد وتثبيتها، بأنها يعني كانت بتعزز الجوانب الوطنية بالنسبة للجاليات. والحمد لله يعني بعد الله سبحانه وتعالى إنه دولة قطر شيدت هذا المبنى أو هذا الصرح الضخم العظيم لمدارس الجالية السودانية. بدأت المسيرة الناجحة لهذه المدارس بنحو 400 طالب وطالبة، وفي عام 1999 أضيفت المرحلة الثانوية بنين وبنات، وارتفع عدد الطلاب إلى نحو 1000 طالب وطالبة. وكذلك عدد المعلمين والمعلمات في كل مرحلة، عندنا 27 معلمة لمرحلة الأساس، و26 معلم لمرحلة الأساس، ومرحلة الثانوية عندهم 15 طالب، 15 من المعلمين و15 من المعلمات. طبعا ده بجانب الإداريين والإداريات الموجودين في المدرسة. وبدأ ثمار الغرس الطيب عام 2001 عندما جلست أول دفعة لامتحان الشهادة الثانوية، وحققت فيها المدارس تفوقا مميزا، وأصبحت المدارس حقيقة يتدافع إليها أبناء الجالية السودانية بالدوحة. وجاءت الوثبة الكبرى للمدارس السودانية عندما انتقلت هذا العام الدراسي إلى مبناها الحالي، والذي جاء هدية ومكرمة أميرية من أمير دولة قطر للجالية السودانية، دعما لمسيرتها التعليمية وسعيا لاستقرارها، حيث دشنت في 18 من سبتمبر عام 2016 الدراسة في جميع الصفوف. بلغ عدد الطلاب هذا العام أكثر من 1500 طالب وطالبة، تضمهم 3 مبانٍ رئيسية هي المرحلة الثانوية، وبها 12 شعبة مزودة بمعامل العلوم ومكتبة ورقية وأخرى إلكترونية في طور الإنشاء، كما زودت بأحدث وسائل وأساليب التدريس. المنهج الحمد لله منهج سوداني، أصلا هو منهج كالمدارس السودانية في السودان، بأسس الطالب تأسيس من المرحلة الأساس إلى المرحلة الثانوية، وإذا شاءت ظروف الوالد المغترب إذا رجع للسودان
يصبح يواصل عملية التدريس بتاعة ولده سهلة جدا دون أي الرجوع إلى مؤسسات أخرى والشهادة العربية وإلى آخره. أما المبنى الثاني وبه 25 شعبة و3 معامل وعيادة طبية، ويضم المبنى الثالث 19 شعبة للأساس و9 شعب للمرحلة الثانوية بنات مع عيادة طبية ومعمل للحاسوب و3 معامل للعلوم الطبيعية. كان من شكر نبدأ أن نشكر القائمين على أمر هذه الدولة بدءا من أميرها تميم وإخوتنا الكرام في وزارة التربية والتعليم وأخوتنا في السفارة والمجلس مجلس الأمناء الذين وقفوا على هذا الصرح الطيب المبارك حتى خرج بهذه الصورة الطيبة المباركة. زودت هذه المباني بحراسة أمنية على مدار الساعة تعززها كاميرات مراقبة، مما جعل منها بيئة آمنة مستقرة للطلاب وأولياء أمورهم. يشارك طلاب المدارس السودانية في الأنشطة المختلفة بالدولة مثل اليوم الأولمبي المدرسي والنشاط الكشفي ومسابقات حفظ القرآن الكريم. للمدارس السودانية مجلس للأمناء ومجلس للإدارة يتولى الإشراف على المدارس وإدارتها ووضع الخطط اللازمة لتطويرها. بالإضافة إلى ذلك لديها مجالس للمعلمين وأولياء الأمور، ومهمتها مساعدة المدارس في تنفيذ البرامج المصاحبة وتذليل بعض الصعاب. انتهت هذه المناسبة الكريمة لكي أقدم شكري وتقديري أصالة عن نفسي ونيابة عن أبناء الجالية السودانية بدولة قطر لهذه المكرمة الأميرية الكبيرة التي تمت بمنحنا هذا الصرح الشامخ الكبير، والذي يمثل انطلاقة جديدة للمدارس نحو أداء رسالتها في رفع مجتمعنا السوداني والمجتمع الخليجي وحتى العالمي بكوادر مؤهلة تأهيلا عاليا بفضل الرعاية الكريمة التي نلقاها في هذا البلد الكريم المعطاء. مثلت المدارس السودانية رافدا واعدا لسوق العمل سواء كان بالسودان أو دولة قطر أو غيرهما، وانتشر خريجوها بمختلف تخصصاتهم في دوائر القطاع العام أو الخاص، وكانت لهم بصمتهم المميزة. أصبح الحلم واقعا، وتحققت آمال الأسر السودانية بالدوحة في أن يبدأ أبنائهم مسيرة تعليمية تنتهي بهم إلى جامعات وطنهم، مما أزاح هما كبيرا جثم على صدورهم لسنوات. إن المدارس السودانية تعتبر من الركائز الهامة في دعم علاقات السودان بدولة قطر، وعنوانا لتميز هذه العلاقة وثمرة طيبة لروابط الأخوة بين البلدين. وتمضي قافلة المدارس السودانية بدولة قطر تحرسها عيون تربويين وضعوا النجاح نصب أعينهم لبلوغ مقصدهم في تنشئة جيل واعد لبناء مستقبل الوطن. المدارس السودانية بدولة قطر.